كنت عايز اتكلم معاكم كلمتين عن صاحب الرؤيه الاسوأ في تاريخ كره القدم، هو مارسيل كولر. اللي فكك يعني من المكسب النهارده. انا مش طالع اتكلم معاك في ماتش ب3 نقط في الدوري المصري، انت فاهم قصدي. بس انا عايز اتكلم معاك عن مارسيل كولر اللي حرفيا بشوفه ما عندهوش رؤيه في اللعيبه. يا جدعان، مدرب زي ده مقتنع لك باكرم توفيق انه يلعب مركز رقم 6، ومروان عطيه اللي كل كوره يا اما بالعرض يا اما لورا. الكره دي يا جدعان بطلت. رقم 6 الحديث لا بيقطع وبيسلم وبيروح وبيلعب بسروهات لقدام وبيعمل باصات تعدي كذا خط والكلام ده. فمروان عطيه ما بيعملش الكلام، مروان عطيه ما فيش الكلام ده. هو حافظ، هو بيقطع بيسلم للي جنبه، حتى لو كان باصها لقدام وطلع اللي هو باصله ده هيطلع بيها انفراد، هو بيقطع وبيسلم للي جنبه. فمقتنع لك بمروان عطيه، مقتنع باكرم توفيق انه يلعب رقم 6. بصوا يا جدعان، هو اكرم توفيق فكره انه مقتنع انه يلعب كره قدم عامه، فدي لوحدها تعيبه. تخيل بقى هو بيلعب رقم 6، اللعيب اللي المفروض ياخد الكوره من الدفاع يوصلها للهجوم او يوصلها للخط اللي بعده، اذا كان رقم 10 او اذا كان اللعيب اللي جنبه المحوري رقم 8 او اللعيب اللي يعمل سيروهات لقدام والكلام ده. مفيش. انت حاطط اكرم توفيق في بوزيشن مش بتاعه، وبتلعبه اصلا مهنه مش بتاعته، يعني مش لعيب كوره. فانت مقتنع بيه ومقتنع بيه كنص ملعب رقم 6. دي كتيره، دي كبيره قوي. بلس كمان بتيجي تشوف مهمش عمر الساعي ومش شايفه نزله وينج رايت. فدي اصلا كارثه. تبص تلاقي كريم الدبيس اللي ما بيشممهوش كوره غير لما خلاص اضطر انه يلعب كريم الدبيس لان الفرقه فضيت. فبالتالي لا، انا هشوفه وهجربه انه يلعب وينج. لعب واحرجه وعمل كذا اسيست، والواد بتشوف الكوره عامله ازاي في رجله وحاجه الله اكبر عليه. وما كانش اصلا شايفه، ما كانش مقتنع بيه. وانا مش هقول لك بقى الكلام اللي بيتقال انه ما كانش مقتنع باشرف بن شرقي الموسم اللي فات وفضل عليه رضا سليم. ومش هقول لك الكلام اللي بنسمعه في الصحافه لان اكيد احنا ما كناش شايفين ده، لكن انا هكلمك على اللي بتشوفه. ان واحد زي ده مقتنع لك باكرم توفيق، كريم وليد. يا جدعان، كريم وليد ده بيلعب كوره ازاي اصلا؟ بيلعب كوره ازاي؟ تخيل هو مقتنع بيه وبيلعبه وبينزله من الدقيقه النهارده، مش عارف بينزله من الدقيقه 65 الدقيقه 70، وبيطلع مروان عطيه. ايه ده؟ ده غير ان انت كمدرب، انا ما بشوفش ان الاهلي ليه ستايل. الاهلي ملوش اسلوب لعب، الاهلي ملوش طريقه بينزل يفرضها على الفرقه اللي قدامه. انت الماتش الوحيد اللي يعتبر نزلت فرضت فيه طريقه لعب واسلوب لعب على الفرقه اللي قدامك كان ماتش العين. وماتش اتحاد جده الى حد ما كنت مقفل دفاعاتك وبتاع، فكان في اسلوب او شكل اللي الفرقه كانت بتقدمه. لكن باستثناء الماتشين دول اللي عندهوش هويه، ما عندهوش ستايل لعب بيقدمه. يعني انت مهما كان عندك لعيبه قليله او متوسطه، انت لو في مدرب في الفرقه هيعليها لك. بلاش هيعليها لك يا عم، هيخلي في ستايل فرق، في ستايل لعب، وهيتقدم قدام الفرق ايا كان الفرق اللي هينزل قدامها. فانا بشوف ان كولر مش هو المدرب اللي هيمتعك كوره، او هو اللي هيخليك عايز تتفرج على الفرقه، او هو اللي هيطلع لك لعيب مثلا ويقول لك ده هيبقى فلته. ما في، مش هو المدرب ده. وقول لي رايك في الكومنتات عن مارسيل كولر.